السلام عليكم، شلونكم يا طبعا اليوم اهم فيديو بالقناه راح نحكي عليه عن النوم. اول شيء ليش النوم مهم؟ اكو شيء بالدماغ اسمه الحصين. هذا شيء يسوي خالي، هذا وانت قاعد جاي تقرا هو يصور كل اي شيء تقرا، اي شيء تسمعه، اي شيء ما ادري شنو، ياخذه يضمه اللي هو الذاكره المؤقته. من تنام يجي هذا يشتغل يحلل هل هذا الشيء مهم لو لا. شيء مهم بناء روابط عصبيه جديده، مو مهم حذفه. من تقعد ثاني يوم ايش راح اسوي؟ راح اسوي ريسيت، اللي قرأته امس كله يروح. فاذا انت الغالي تنام ل3 ساعات وما مضبط نومك ووقت نومك مو شي، ايش راح يسوي هذا؟ ما راح يشتغل اصلا وراح تحذف كل المعلومات اللي قرأتها امس وبالعافيه. فحرفيا اهم نقطه انت كطالب فتره المراجعه انه تحافظ على نومك. طبعا راح اقول لك وقت افضل وقت انام. اهم نقطه لا تخلي نومك نهاري. اسوأ شيء ممكن تسوي انه تخلي نومك نهاري. زين هسه راح تقول لي شو وقت انام؟ افضل وقت انه تنام من الساعه 8 الى الساعه 10 بالليل. هذا الوقت لازم تكون داخل بالنوم. اما على مكملات النوم فعندك نوعين، يا اما تاخذ ميلاتونين او تاخذ مغنيسيوم. المغنيسيوم بثلاث نوعيات: الاوكسايد والستريت والجلايسينات. الاوكسايد اسوء شيء، الستريت متوسط، والجلايسينات هو الافضل يعني للنوم شقاقي. قد تاخذ الجرعه راح تكون بين ال 200 الى 400 ملي جرام. طبعا حسب ما قرأت انه اذا ثنيه 200 واذا الولد بين 300 ل 400. هاي بالنسبه للمغنيسيوم. اما بالنسبه للميلاتونين جربت اخذ فتره كلش طويله، جربت اخذ حبوب منومه. طبعا شنو فائده هاي الحبوب المنومه؟ اذا انت عندك مشكله بالدخول للنوم، يعني تقعد على الفراش ساعتين يلا تنام، اخذها. ولا حد يقول لك هاي كلاوات مال انه تدمن عليها وبعد ما تنام ما ادري شنو، هاي كلاوات لا خالك شو ما بيها جربتها فتره وكانت شقاقيه حرفيا. فهسه مكملات النوم، اذا انت عندك مشكله بجوده نومك تقعد مسطور، اخذ مغنيسيوم جلايسينت. صراحه انصح بالجلايسينت، الفرق بيناته هو الستريت 4000 ما يسوى الفرق، التاثير مالته كلش كبير. اما اذا عندك مشكله بصعوبه الدخول النوم فتاخذ ميلاتونين، هاي الجيلاتين اللي هو 3 حبات ب1000 دينار تكفيك 3 ايام. هسه راح تقول لي زين كم ساعه انام؟ طبعا انا وجهه نظري اشوف 7 ساعات ونص. بس انت تقول ما عندي وقت اريد اقرا هواي وما ادري شنو، كلاوتشيه. اقل شيء يكون 6 ساعات. اذا نمت 5 ساعات ونص خطأ. اقل شيء 6 ساعات فما فوق، من 6 ساعات الى 7 ساعات ونص، او اذا تسويها 8 بعد احسن. فراح يكون نومك من 6 الى 8 ساعات. هذا الوقت النوم الثابت. نمت 4 ساعات ونص ترجع تنام، نمت 5 ترجع تنام، الى ان توصل 6 ساعات. طبعا النوم 3 انواع: الخفيف والعميق والاحلام. فانت حتى للحفظ تخزن معلومات ثبتها تحتاج 2: العميق والاحلام. اما الخفيف ما تحتاجه. زين العميق والاحلام شلون توصل لهم خالي؟ اذا انت قبل النوم طاق لك كوب ماء شاي، فحبيبي والله راح نص وقتك مع النوم والاحلام. فاهم نقطه الكافيين. راح تقول لي هسه الكافيين موجود بس بالقهوه؟ لا خالي، موجود بالشاي وموجود بالمشروبات الغازيه. طبعا المشروبات الغازيه بس السفن والسبرايت ما بيهن، اما باقي المشروبات الغازيه تقريبا كلها بيها. موجود بالكاكاو وموجود بهواي اشياء حرفيا. فلازم تنتبه على الاشياء اللي تاكلها قبل النوم. هاي النقطه الثانيه: الاكل الزايد قبل النوم. من تاكل وتروح تنام ايش راح يصير؟ العقل راح يدز جزء من الدم للمعده حتى يهضم. عمليه نقل المعلومات من الذاكره المؤقته للقشره اللوبيه حرفيا تحتاج طاقه كلش قويه. هاي الطاقه الكلش قويه منين تجي من الدم. زين الدم نص رايح للمعده، خلاص نص معلوماتك طارت. فهسه اهم نقطه: كافيين ماكو نهائيا قبل النوم. اما بالنسبه للاكل فتقدر تاكل الاشياء الخفيفه، والافضل تخليها قبل النوم بساعه على الاقل. طبعا سوء النوم مو بس ياثر على المعلومات اللي قراتها اليوم، لا، انت قرات اليوم اذا هاي المعلومات تخزنت كلها بالحصين، الحصين لازم يتفرغ باكر حتى يجي يستقبل معلومات جديده. زين انت ما نمت نوم زين ولا دخلت نوم الاحلام ولا النوم العميق، هذا بعد متروس. تيجي ثاني يوم جري تعبي يقول لك يا بدي اروح يحذف شكو شيء يعتبر مو مهم. زين هل انت من الاهم عندك تاكل لك دولمه مرتبه لو الاملاح؟ طبعا الدولمه ايش يسوي هذا الغبي؟ يحذف الاملاح ويخلي الدولمه ويلا خالي تروح هناك تتذكر مكونات الدولمه وتنسى الاملاح. وهسه نلخص اللي حكيناه: النوم مالتك يكون بين 6 الى 8 ساعات، ممنوع ينزل عن 6 ساعات. الوقت يكون من بعد 8 بالليل وقبل 12 بالليل، تختار وقت يناسبك بيناتن هذني. وال8 ساعات تكون ليليه، ويفضل انه تكون مستمره. مكملات النوم عندك المغنيسيوم، افضل واحد الجلايسينت انا ارشحه. واذا عندك صعوبه بالدخول النوم فاخذ ميلاتونين اللي هو الجيلاتين، ما به مضره ما لك علاقه، وما راح يروح عليك هاي ارد اقرا 16 ساعه كلاوات
والله العظيم احسب وقتك وراح تشوف ايش قد تسخت. فانت هاي الساعتين اللي تسختها استثمرها بنومك احسن لك بمليار مره من تيك توك وما ادري شنو. وبس يابا، هذا كان فيديو اليوم مال النوم، ان شاء الله استفاديتوا معده، ودعواتكم انه بما انه حاليا فتره مراجعه. ويلا باي باي، تصبحون على خير، خلنا اروح انام الساعه 9.